علاقات خطرة. العلاقة رقم 1، العلاقة مع شخص نرجسي. الاسم مشتق من نارسيسس، وهو كان شاب إغريقي وسيم جميل جدا، وكان عاجبه جماله قوي لدرجة إنه كان بيحتقر الناس لأنهم مش على نفس القدر من الوسامة والجمال. حد من أهل بلده وداه النهر وخلاه يشوف جمال وشه على سطح المية. نارسيسس انبهر بجماله وفضل يتأمل جماله لفترة طويلة لغاية ما مات من حبه المريض لنفسه. في العلاقة دي هتلاقي نفسك مع حد بيحب نفسه جدا. هو مش عيب طبعا إن حد يحب نفسه، بس ده بيحب نفسه بس بيعبدها وبيقدسها لأبعد حد، وشايف إنها أهم حاجة في الدنيا، وإنه ليه الأولوية في كل حاجة وأي حاجة مهما كانت. هتلاقي نفسك في علاقة مع حد بيتكلم عن نفسه كتير جدا، شايف إن كل حاجة بيعملها مهمة وكل خطوة بيخطيها ليها معنى، وإنه يستاهل أكتر بكتير من اللي هو فيه دلوقتي. حد مستعد يضحي بأي حاجة في أي وقت عشان خاطر نفسه، مستعد يرمي أي حد وراه ويدوس على أقرب وأحب الناس ليه عشان بس يطلع سلمة أو يمشي خطوة لقدام، يقطعك في الكلام عشان هو يتكلم وانت تسمع، ما يلتزمش بأي قواعد أو مواعيد أو أعراف أو قوانين لأنه شايف نفسه أكبر منها وإنها ما ينفعش تطبق عليه أساسا. ما بيراعيش مشاعرك ولا أحاسيسك في نفس الوقت اللي بيطلب منك تراعي مشاعره وأحاسيسه. شايف نفسه أحسن وعايز يبقى الأحسن والأفضل في كل حاجة طول الوقت. بيتباهى كتير بكلامه ومظهره وطريقته وقدراته، وعاوزك وعاوز الناس دايما تشوفه فوق البشر. عاوز العالم يدور حواليه ومستني منك ومن كل الناس التقدير والاحترام والانبهار بمبرر وبدون مبرر. عنده قدرة فظيعة على الإقناع، لو قلت له لأ تبقى مصيبة، ولو ما شفتش اللي هو شايفه يتهد العالم وتخرب الدنيا. لو انتقدته يتضايق ويكتئب بسرعة، وممكن يغضب ويكسر الدنيا لمجرد انك شككت في كلامه. ممكن يستخدمك ويستخدم اي حد لمجرد بس ان هو يوصل للي هو عاوزه. لو لقيت نفسك في علاقة مع حد بالشكل ده، ولو هو ما سمحش لنفسه بالعلاج النفسي، اجري. وللتوضيح، يمكن تعديل اي علاقة من اللي احنا بنذكرها عن طريق خضوع صاحبها للعلاج النفسي.